السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا كده بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة هعمل معاكم جلاش حلو كده، حاجة حلوة كده تاكلوها بالليل. هعمل معاكم جلاش بالكنافة. أنا لقيت عندي في الفريزر كنافة من رمضان، وعندي جلاش، فقلت هعمل منهم فكرة حلوة قوي قوي هتعجبكم. بس خليكم معايا لاخر الفيديو. جبت صينيه زي ما انتم شايفين كده، وهنزل فيها بحته سمنه صغيره كده، تيجي ربع معلقه مثلا، بالطريقه دي كده. وبعد كده هنزل بحوالي كوبايه من الكنافه. دي كوبايه كنافه زي ما انتم شايفين كده. هوطي النار وهحمرها. انا عايزاها تبقى متحمره خالص، فانا هوطي لها النار وهحمرها عشان هستخدمها في الجلاش اللي انا هعمله معاكم. هنوطي لها النار خالص. لو انت عايزه تحمريها في الفرن ماشي، بس انا عشان هي كميه صغيره فمش هتستحمل الفرن لانها هتتحرق بسرعه، فانا هعملها معاكم كده على البوتاجاز. بس لازم توطي النار بقى خالص عشان ما تتحرقش. شايفين انا وطيت النار وهستمر في تقليبها كده، ايدي ما تتشالش منها، ولما يوصل لونها للون الذهبي هوريها لكم. هنا زي ما انتم شايفين كنافه وصلت للون الذهبي الجميل. طبعا بتاخدي بالك منها ولازم تقفي قدامها عشان طبعا هتتحرق بسرعه جدا. بعد ما وصلت للون ده هطفي عليها وهقول لكم هنعمل ايه بقى. هنا بقى بعد ما حمرت الكنافه زي ما انتم شايفين كده، جبت الجلاش بتاعي. انا معايا نص كيلو جلاش، ودي الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الجلاش. انا هعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا وسريعه كمان. هعمل ايه؟ هجيب الصينيه بتاعتي وهدهنها بالسمنه في الاول بالطريقه دي كده. بعد كده زي ما انتم شايفين كده، بعد كده هجيب من الجلاش بتاعي، انا حاطاه في فوطه عشان ما ينشفش. بعد كده هجيب ورقه من الجلاش واحطها كده. شايفين؟ هطلع منها اجزاء بره بالطريقه دي كده، من كل يمه يبقى في جزء بالطريقه دي كده. وهجيب ورقه كمان واحطها اليمه التانيه، وبرده نفس الحكايه، يبقى في اجزاء طالعه بره بالطريقه دي كده. وهدهنها دهنه سمنه بسيطه خالص كده. وهكمل بقى الحكايه بتاعتي دي. الورق يبقى عكس بعضه، يعني انا لو انا حطيته كده بالعرض احطه اليمه التانية بالطول، واطلع برضو نفس الاجزاء بره. طبعا هقول لكم ليه في الاخر انا بطلع الاجزاء دي بره. احنا بنطلع الاجزاء دي بره علشان ان الحشوه بتاعت الجلاش ما تطلعش، لما اجي اقطع الجلاش ما تطلعش من الطروف، وعشان كمان ان الجلاش بتاعي ما يبقاش الطروف بتاعته ناشفه. زي ما انتم شايفين كده بحط، هي الصينيه مدوره فبحط بالعكس، يعني لو حطيت بالطول بحط اليمه اللي بعدها بالعرض برضو. وهدهنها بالطريقه دي كده سمنه. انا مش حاطه في الجلاش زيت، ممكن انت لو عايزه تحطي نص سمنه ونص زيت ما يجراش حاجه، بس انا يعني الزيت بينشفه شويه، فانا مش حاطه فيه كميه زيت، انا عاملاه كله بسمنه. طبعا دايما وانت بتعملي الجلاش او الرقاق او الحاجات الورقيه دي تبقى القاعده
واخده كميه اكبر من العجين او من الجلاش او من الرقاق، اكتر من السطح بتاع الجلاش. ليه؟ لان القاعده هي اللي بتشيل طبعا ايه الحشوه، فلازم ان احنا نتوصى بيها شويه، يعني تحطي الورق الاكتر تحت عشان يبقى مورق وجميل. زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. بعد كده هعمل ايه؟ هنزل بالكنافه بتاعتي اللي انا محمصه. طبعا زي ما انتم شايفين الكنافه متحمصه وجميله اهي. هنزل بيها كده كلها. لو انت عايزه تكتفي بالحشوه بتاعه الكنافه دي هيبقى جميل وهيبقى زي الفل. يعني انت لو ما عندكيش اي حشوه تانية غير حبه الكنافه دول هتبقى جميله وروعه. طب لو انت عندك بقى حبه مكسرات او حبه جوز الهند او اي حاجه من الحاجات اللي باقيه عندك في رمضان هيبقى ايه تمام قوي. فانا عندي برضو حبه حاجات كده من رمضان، هحط منهم رشه كده بسيطه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الطروف بقى دي بعد ما حشيتها زي ما انتم شايفين كده. الطروف اللي انا مطلعاها بره دي هقفل بيها الصينيه بتاعتي بالشكل ده كده. اقفلها كده بقى عشان يبقى الحرف بتاع حته الجلاش الحشوه ما تنزلش منه، وعشان في نفس الوقت ما يبقاش محروق ورقيق. دايما انتي بتلاقي الجلاش من الطروف محروق ورقيق، فاحنا طبعا عايزين عملنا الحركه دي علشان نتلافى حته ان الطروف بتاعه الجلاش تبقى محروقه من الطروف وتبقى رقيقه. بعد كده بقى هكمل ببقيه الورق زي ما انت شايفه كده. برضو هاجي بقى هنا وادخل الطروف دي، الطروف اللي هنا دي هدخلها تحت، شايفين؟ هدخلها اقفل بيها من تحت كده اهي. ونفس الطريقه دي ممكن بتعمليها وانت بتعملي الرقاق بتاع العيد، تبقي واخده بالك من الحركه دي. الطروف بقى اللي هي في الجلاش اللي فوق هنقفل بيها بالطريقه دي كده، هندخلها تحت. شايفه الفكره دي؟ ودي اخر ورقه هدهن برضو سمنه كده. طبعا انا حاطه الشربات على النار. الشربات عباره عن كوبايتين ميه على كوبايه سكر، مش اكتر من كده، وعليهم عصره ليمونه. طبعا كلنا بنعرف نعمل الشربات، وعليهم عصره الليمونه وحبه فانيليا لو انت عايزه تحط لهم. برضو نفس الحكايه بقفل كده عشان الحشوه بتاعت الجلاش ما تنزلش من اللي ماسك الجلاش وهو بياكله. بس كده بالطريقه دي. وبعد كده هجيب السكينه بتاعتي وابتدي ان انا اقطع حسب ما انا عايزه. التقطيعه بقى اللي تعجبك هتقطعيها. عايزه تقطعيه وردات، عايزه تقطعيه قطع، اللي يعجبك هتعمليه. من ساعه رمضان ما عملناش اي حاجه حلوه من الحاجات دي. فانا لقيت في الفريزر اللي لفه جلاش ولقيت كيس فيه نص كيلو كنافه، فقلت ايه اطلعهم بقى الحق ان انا استفيد بيهم. انتي بقى عايزه تقطعي وردات، عايزه تقطعي مربعات زي ما انا بعمل كده، الحاجه اللي تعجبك هتعمليها. بس
بس لازم ان انت تقطعيه قبل ما يدخل الفرن. بعد كده بقى، بعد ما قطعته بالشكل ده، هنزل بكمية السمنة اللي باقية عندي بطريقة عشوائية كده. هي طبعا بتتشرب مع نفسها. طبعا انا مولعة الفرن من قبلها، وهدخله الفرن بقى على درجة حرارة 180. بس طبعا ما يكونش قريب من الولعة بتاعة البوتاجاز، يعني ترفعي الصينية على قد ما تقدري. وهندخله الفرن وهوريه لكم في الاخر. وهنا بقى زي ما انتم شايفين الجلاش طلع من الفرن. شايفين لونه جميل، اللون بتاعه جميل ازاي. طبعا المفروض ما يتحرقش اكتر من كده اهو. طبعا الشربات بارد والجلاش سخن. هنزل بقى بالسيرب بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما انت عايزه برضو، يعني ما تزوديش قوي. لو حد مثلا عندك تعبان او عنده السكر او كده، حاولي ان انت ما تزوديش الشربات. انا حطيت في السيرب وانا بعمله معلقه عسل نحل، وزي ما قلت لكم كوبايتين ميه وكوبايه سكر. بس كده، مش هزود عن كده. هو بقى بيتشرب مع بعضه اهو زي ما انتم شايفين كده. ودي صينيه الجلاش، ما كلفتناش اي حاجه. الجلاش كان عندي في الفريزر من رمضان، والكنافه كانت عندي من رمضان، ولسه باقي كمان من النص كيلو كنافه اللي عندي كتير خالص. يعني ما كلفتناش يجي 20-30 جنيه. شايفه؟ اتمنى ان انت تجربي الوصفه. اسرع جلاش يعني عملناه، ما خدش بالظبط 10 دقايق مننا، وما فصلتش الكاميرا ولا اي حاجه. شايفه زي ما انت شايفه جميل ازاي ومورق. اتمنى ان انت تجربي صينيه الجلاش دي، مش هتكلفك اي حاجه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير.